لو عايز تعمل صورتك زي كده، في شرح ده عملت لك كورس جامد جدا ومجاني 100%، هيعلمك من الالف للياء البرومبت، ازاي تكتبه، ازاي تستخرجه من اي صورة، ازاي تجيب برومبتات جاهزة بافكار جامدة. 2 ازاي تنشئ الصورة بجودة تصل لل 4K وبشكل مجاني، وجبت لك بدل الموقع 3. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك جميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. السلام عليكم، معكم طارق جاد، وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو النهارده جاي اعلمك ازاي تنشئ صورتك باستخدام الذكاء الاصطناعي وتوصل بيها لجودة تصل لل 4K. طبعا كلنا سمعنا عن النموذج اللي نزل السوق نانو بنانا المقدم من جوجل، ولو ما سمعتش عنه فده نموذج خاص بشركة جوجل بيعدل على الصور اكنك بتستخدم الفوتوشوب، لكن انت مش مصمم ولا عمرك استخدمت الفوتوشوب ولا بتعرف تستعمله. فنانو بنانا وفر لك الحل المثالي، كل اللي عليك بتكتب اللي انت عايزه وهو بيحول لك الكلام لافعال في الصوره اللي انت بترفعها له. والنموذج اللي بنتكلم عنه النهارده اسمه سي دريم 4. طيب وبكل بساطه عشان تقدر تستخدمه بشكل مجاني، اول حاجه لازم تعرفها وتتعلم عنها هي البرومبت. طبعا انا في الخلاصه هنا ببدا اجمع لك كل حاجه خاصه بالفيديو بشكل مختصر تمام. اولا انشاء البرومبت. طبعا يا صديقي علشان تقدر تنشئ البرومبت من نفسك لازم تتبع الخطوات اللي انا سايبها لك في اخر التدوينه دي، وفي الاخر خالص ممكن تزود حاجه كده اسمها النيجاتيف برومبت، الحاجات اللي انت مش عايزها تظهر في الصوره. فمثلا انت كتبت البرومبت وانشات الصوره فللاسف طلع فيها حاجات خطا، عمل شخصيه تاني مثلا في الصوره، فمثلا تكتب هنا في النيجاتيف ان انت عايز بس شخص واحد في الصورة. عمل حاجة مش عاجباك في الصورة او بشكل خاطئ، برضو ممكن تكتبها في النيجاتيف هنا، فهيبدأ ان هو يصححها لك. ودي كانت الجزئية الخاصة ببناء البرومبت من الصفر علشان تقدر تعمل برومبت خاص بيك انت اللي عامله من الصفر. طيب لو انا عندي صورة مثلا جميلة كده وعايز اخد البرومبت بتاعها علشان اعمل زيها بالظبط، فجبت لك الحل السحري اللي هيغنيك عن كل ده. تدخل بس على اول رابط سايبهولك، هتفتح معانا واجهة الموقع بالشكل البسيط والجميل اللي انت شايفه ده. هتنزل للأسفل هتلاقي شوية أدوات جميلة جدا. الصف الأول طبعا وده خاص كله بالوصف، انت بس هتكتب الوصف اللي انت عايزه وهو هيحوله لك لبرومبت جاهز. طبعا احنا عايزين نعمل برومبت صورة، فهندخل على Image Prompts، نضغط عليها بالشكل ده. هنبدأ نكتب الفكرة اللي احنا عايزينها هنا بأي طريقة تعجبك، بالعربي بالإنجليزي بأي شكل. ممكن تكتب كلمات جنب بعضها مش متجمعة، وبعد كده هتضغط على Generate Image Prompt، وزي ما انت شايف كده حول لنا الكام كلمة اللي احنا كتبناهم لبرومبت كامل مفصل جاهز للتحويل لصورة. هناخده كده كوبي. هندخل دلوقتي لنموذج ذكاء اصطناعي مثلا جوجل، وهنبدأ نختار نانو بنانا زي ما انت شايف كده. هنبدأ نحط البرومبت بتاعنا في الخانة هنا دي كده، نضغط بقى كنترول في، وهنبدأ نرفع الصورة بتاعتنا. وكل اللي علينا بس دلوقتي هنضغط جنريت علشان نشوف النتيجة. وزي ما انت شايف النتيجة كده يعني حاجة مذهلة، لكن للأسف الشاي جاي شاي أخضر فعلا. أنا قلت شاي أخضر فعمل لي تقريبا كانتالوب بالشاي. وطبعا لو رجعت كده هتلاقي عندك أدوات جميلة جدا، ومن ضمنهم كمان الفيديو. لو انت بتستخدم فيو 3 وعايز برومبتس جاهزة، برضو كل اللي عليك انك هتدخل هنا هتبدأ تكتب وصف الفيديو اللي انت عايزه وهو هيعمل لك وصف جامد جدا تديه الفيو 3 وانت مغمض. طبعا الطريقة التانية اللي احنا دخلنا نتكلم عنها لسه ما قلناش عنها حاجة، وهي تحويل الصور لبرومبتس. طبعا في الاختيار اللي قبل الاخير هتلاقي Image to Prompt، هيظهر لك الايقونة دي مكتوب فيها Click to Upload Image، تضغط عليها عشان تبدأ ترفع الصورة اللي انت عايز تاخد البرومبت بتاعها. وهنبدأ نضغط Generate Prompt وهننتظر لحد ما بينتهي. هيبدأ يراجع الصورة ويكتب لنا البرومبت الكامل اللي ينفع يعمل لنا زي الصورة دي. هتظهر معانا النتيجة النهائية بالشكل ده. هناخده كده كوبي وهنرجع هنا ال AI Studio وهنبدأ نحطه هنا بيست، وهنبدأ نرفع الريفرنس بتاعنا وهنبدأ نضغط جنريت. زي ما انت شايف كده حاجة جامدة، يعني نفس حتى وضعية الجسد، فهو هنا بصراحة عمل نفس الحاجة. طريقة تانية لاستخراج البرومبت من الصورة بشكل أدق وأفضل،
عن طريق جيميناي او جوجل ستوديو. كل اللي عليك بس هتدخل وترفع الصورة اللي انت عايز البرومبت بتاعها، وهتديله الرسالة الصغننة دي اللي هسيبها لك في التدوينة، وبس كده هيديك برومبت جامد مفصل، وان شاء الله توصل لنتائج طبق الاصل تماما. واخيرا وليس اخرا، لو انت بقى عايز برومبتس جاهزة تنفذها على الصور بتاعتك، كل اللي عليك يا صديقي عندك حل من اتنين. لو اي صورة عجبتك ظاهرة عندي على الشاشة في خلال الحلقة، كل صورة لها رقمها، اكتب لي بس الرقم بتاعها في التعليقات وهبعت لك البرومبت الخاص بيها. لكن يا صديقي لو انت عايز برومبتس اكتر بكتير وافكار جاهزة جامدة جدا تطبقها على طول على صورك، كل اللي عليك بس هتدخل على صفحة الفيس الخاصة بيك وهتبدأ تكتب في البحث برومبت ايمج، وهيظهر لك نتائج جامدة جدا. زي ما انت شايف كده، ده مثلا شخص ناشر على جروب من الجروبات. طبعا لو انت اشتركت في شوية جروبات للذكاء الاصطناعي ده هيفيدك جدا في جمع البرومبتس الافضل. لو اظهرنا كده اللي هو كاتبه ودوسنا كده عرض الاصل، زي ما انت شايف كده هو رافع البرومبت اللي هو عمله بالشكل اللي انت شايفه ده. كل اللي عليك بس يا صديقي بتاخده كده كوبي، هنرجع كده ونروح ل AI Studio ونبدأ نطبق البرومبت، وزي ما انت شايف كده هنرفع له الصورة وهوبا بينا فلتر وان، وزي ما انت شايف النتيجة حاجة جامدة جدا زي البرومبت اللي احنا خدناه. طبعا لو في اي حاجة في الصورة تفاصيل مش عاجباك تقدر تحذفها بسهولة، بتكتب له بس احذف لي الجزء كذا، مثلا احذف لي الكلام المكتوب في الاسفل، فهيبدأ يحذفه لك بشكل سريع جدا وواقعي جدا جدا. ندخل بقى على الجزء الاهم وهو استخراج صور ليك بدقة 4K. طبعا زي ما كلمتك يا صديقي في أداة جديدة نازلة اسمها سيدريم صينية، النموذج الرابع ليها نازل بدقة خرافية تصل ل 4K. انت بصراحة مش هتصدق كمية التفاصيل اللي في الصورة. وطبعا كل ما جودة الصورة علت وكل ما البكسل كتر، كل ما التدقيق اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي في انشاء الصورة بيكون اكبر بكتير، فبتحصل على نتيجة واقعية افضل وافضل بكتير جدا جدا. جبت لك بدل الموقع 3 تقدر تستخدمهم بشكل مجاني ومحدود. بمجرد ما بينتهي الجزء المحدود بتحتاج انك تعمل تسجيل خروج وتبدأ تسجل ايميل جديد علشان تستخدم تاني وتاني وتاني. طبعا هندخل على الموقع الاول وده افضلهم، بيديك 10 محاولات مجانية وتقدر تسجل بايميلات وهمية بلا حدود. بمجرد ما تفتح الموقع سواء اندرويد او بي سي هيفتح معاك بالشكل ده، هتبدأ تضغط على ساين اب وتبدأ تضغط على اللوجن ويز ايميل، هيفتح معاك الواجهة دي، هتضغط على ساين اب ناو، هيفتح معاك واجهة جديدة خالص. في الخانة الاولى هتبدأ تحط الايميل الوهمي اللي انت نسخته من اي موقع، ولو ما تعرفش اي موقع ايميلات وهمية سبت لك بدل التدوينة 2 في الشرح الاساسي بتاعنا. هتلاقي في الاخر كده عندك ايميلات وهميه الجزء الاول وايميلات وهميه الجزء الثاني. انصحك ادخل على الجزء الثاني لان في المواقع الجديده اللي ادوات الذكاء الاصطناعي مش بتحظرها، فطبعا هتدخل عليها وتبدا تنقي اي موقع من دولت وتستخدمه في التسجيل. بعد ما تحط هنا الميل هتبدا تكتب هنا الكابتشا اللي ظهر لك، ولو هي صعبه ممكن تغيرها، وهتبدا تضغط سند فيريفيكيشن كود، هيبدا يبعت لك كود تفعيل على صفحه الميل الوهمي اللي انت نسخته. تبدأ تجيبه وتكتبه في خانة هتظهر معاك في الأعلى هنا، وتبدأ تضغط فيريفاي وبعد كده تكتب الباسورد وتعيد الباسورد، وخلاص كده مبروك عليك. اضغط كرييت وكده أنشأت الحساب. هيفتح معاك الحساب بعد ما تنشئه زي ما ظهر معايا انا كده بالشكل ده، معاك 100 كريدت. كل صورة هتعملها هتاخد منك 10 كريدت. هنبدأ نضغط هنا كده على AI image وهنضغط اوكي، هيفتح معانا واجهة جديدة خالص. هنبدأ نضغط هنا على generate image، هتفتح معانا واجهة بالشكل ده. التحكم بتاعنا كله هيكون في الأسفل. طبعا أول حاجة اختيار المشبك ده، وده اللي هتبدأ ترفع منه الصورة بتاعتك. تاني اختيار ده وده خاص بالنموذج، وده اللي هنبدأ نختار فيه نموذج سيدريم V4. طبعا ده النموذج اللي هيطلع لك كواليتي جامد جدا. الاختيار اللي بعده ده سيبك منه خالص، الريميكس والاوتو برومبت ده لو انت مش حاطط برومبت كويس، زي مثلا تكتب فكرة وهو يحولها لك لبرومبت احترافي. والستايل طبعا احنا مش هنختار الستايل، هنسيبه زي ما هو.
وطبعا هنا مقاس الصورة بتاعتك. انا طبعا عايزها 1 لواحد. وفي الخطوة الأخيرة هنا هنبدأ نكتب البرومبت. انا طبعا مجهز برومبت فهحطه كده بيست وهبدأ اضغط انطلاق. ولحد ما ينتهي هكلمك عن الموقعين التانيين. الموقع التاني للأسف من المواقع ده التسجيل فقط بإيميل جوجل، فتحتاج كل مرة تسجل بإيميل جوجل، بس ممكن يديك لحد 40 محاولة. الموقع الثالث والأخير ده طبعا تقدر تسجل فيه بإيميلات وهمية، لكن ده بيديك بس فقط 5 محاولات، بيديك 40 كريدت وكل محاولة ب7 كريدت، فللأسف هتقدر تستخدم 35 كريدت هيعملوا لك 5 صور. بعد ما انتهى من إنشاء الصورة زي ما انت شايف كده النتيجة يعني حاجة. أنا هفتح لك الصورة كده وهنبدأ احنا بقى ايه نكبر هنا كده. شايف الجودة وصلت لإيه؟ شايف التفاصيل بتاع الصورة، شايف الشعر، يعني حاجة دقة جامدة جدا وحاجة قمة في الروعة. انت لو حملت الصورة اصلا وضغطت كده حفظ الصورة وضغطنا حفظ، شايف حجم الصورة كام؟ 5 ميجا ونص. انصحك ان انت تحملها بالطريقة دي، يعني انت تضغط عليها كده كليك يمين وتبدأ تحفظها، ما تحفظهاش من بره من هنا. لو ضغطت من هنا مش هتحفظها بجودتها الكاملة، لازم تفتحها بالشكل ده وتبدأ تحملها من هنا. ولو ضغطت للأسف على زر التحميل ده هيحملها لك بحجم كبير جدا بيصل ل 25 ميجا. يعني هنا شايف دي 19.9 20 ميجا، وللأسف هي نفس الدقة بتاعة 5.5. ما تسألنيش ازاي، هي 5.5. جربها بنفسك وانت هتشوف ان مفيش اي فرق خالص. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الشرح عجبكم ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.